تعرف ان خناقة صابي جمعة اللي قلبت الدنيا فيها سر انت ما تعرفوش عن القطط؟ خلي بالك مش هينفع كلام في الشارع كده قدام الكلاب يا صاوي. اهدوا يا جدعان، شكلنا وحش والكلاب عماله تهوى علينا يا جدعان. صاوي لما كان بيهوش جمعة وقرب منه وسام عليه. ده طريقة القطط في الخناقات. القطة مش كائن غشيم، هما دايما بيبدأوا بالتهويش والصوت العالي، وتبدأ تحسب حجم القطة اللي قدامها وهل هي ذكر ولا أنثى. قط شوارع بقى ومخربش ولا قط فرفور وكله فرو ومأنتخ في البيت طول اليوم. ده غير بقى عنصر الترهيب النفسي اللي بيحصل بالتواصل الطويل بالعين والأصوات. علشان كده بتشوفهم متنحين قصاد بعض دايما وانت معدي في الشارع قبل ما الخناقة تبدأ. وبعد كل ده لو حست انها هتخسر العركة دي تاخد بعضها وتخلع على طول وتقول الطيب احسن. وممكن كمان القطة تعمل نفسها ميتة علشان تشتت القطة اللي قدامها، بس ده مش كتير بيحصل. ما تفتكرش انها عشان بتحسبها كتير كده قبل الخناقة تبقى جبانة، لا خالص. لما الخناقة بتبدأ فعلا يبقى قلبها ميت بمعنى الكلمة، لدرجة انها ممكن تخسر عين ولا مخلب ولا انها تجيب ورا وما تكملش الخناقة. وبعد ما الخناقة بتنتهي على طول القطة بتقعد تنظف في نفسها، وده يعتبر سلوك من التهدئة الذاتية علشان تهدى وتخلص من التوتر، وكمان عشان لو في أي جروح تطهرها بلعابها ولسانها. وطبعا مش كل القطط بتخانق لنفس السبب، في قطط بتخانق على الأكل، في قطط بتخانق على منطقة سكنها، وفي قطط ودي الأخطر بتتخانق بدافع الغيرة أو حماية صغارها. الذكر بالذات لما بيلاقي قطة في موسم التزاوج بيبقى زي ماتش ملاكمة بينهم من أول نظرة. والأنثى مش بتسكت، خصوصا لو قرب منها وهي مش عايزاه، ساعات تعضه وتعلم فيه وتخليه عبرة لباقي العيال اللي في الشارع. المدهش بقى انك لما بتشوف خناقة القطط بنحس انهم كورتين فرو بيلفوا على بعض وشوية اصوات مزعجة طالعة وخلاص، لكن اكد لك يا صاحبي ان القطة في وسط الخناقة بتكون مركزة بشكل عبقري، بتحسب كل قفزة وكل حركة ديل وكل زئير طالع منها او من خصمها. دي مش فوضى، ده علم نفس قطط يخلي اي معالج سلوكي يقف يتفرج ويتعلم. انت لو بطلت مشاهد الخناقه دي هتلاقي نفسك بتتفرج على مشهد احلى من احلى فيلم اكشن شفته في حياتك. وساعات في خناقات الشوارع القطط بتلجأ لحلفاء. ايوه القطط ليها تحالفات، قطه كبيره تساعد الصغيره او ذكر يدافع عن انثى، وكل ده بيحصل تحت عينينا واحنا مش فاهمين حاجه. ورغم الشراسة دي كلها سبحان الله القطة ما بترضاش ابدا تهجم على قطة تانية بترضع او صغيرة في السن، وده ان حصل يبقى القطة دي ميتة من الجوع او مريضة. فخلي بالك يا صديقي من القطة الكائن الكيوت اللي انت تعرفه بيحب يتدلع وينام جنبك. القطة دي في الاصل حفيدة اسد وابنة عم نمر، وتربطها صلة دم قديمة بالببر البنغالي. القطط بتنتمي لعائلة اسمها السينوريات، ودي نفس العيلة اللي فيها الأسود والنمور والفهود، يعني كلهم دم واحد وسلوكهم كمان متقارب. عارف لما بتشوف القطة وهي بتتسحب كده ببطنها على الأرض وعينها ما بترمش ومركزة كده؟ ده نفس أسلوب الصيد اللي بيستخدمه النمر في الغابة، الفرق الوحيد إن النمر بيصطاد غزال والقطة بتصطاد صرصار أو فار، بس المبدأ واحد. وسلوك الخناقات عند القطط ده شبه العراك اللي بيحصل بين الاسود الذكور في السافانا لما بيتخانقوا على السيطرة على القطيع، نفس النفخة، نفس الزئير، نفس اسلوب اياك تقرب من منطقتي. القطة بتحب السيطرة، بتحب تبقى هي الملكة بالظبط زي اللبؤة في البراري. والمفاجأة الدراسات بتقول ان القطط المنزلية لسه محتفظة بنسبة 95% من الحمض النووي المشترك مع النمور. يعني اللي عندك في البيت ده مش كائن مدلل، ده نمر مصغر عامل دايت وبياكل دراي فود وبيعتبر البيت ده كله مملكته ومنطقته، وانت نفسك من ممتلكاته. هو سايبك بس تاكل عيش هنا علشان بتجيب له اكل وبتلعب معاه لما بيكون زهقان. الخلاصة يا صديقي القطة مش بس كائن لذيذ، دي سليلة ملوك الغابة، مخها فيه استراتيجيات نمر وحركات أسد ونفسية فهد في أزمة منتصف العمر. فأرجوك لما تقول لها هاتي بوسة يا بوسي حاول تحترم أصولها علشان ممكن ترد برد يعلم عليك، رد جاي من سلالة ملك الغابة حرفيا. وبس كده فيديو النهاردة خلص، واستناكم في فيديو جديد.